السلام عليكم. الكبسولة ليلة الامتحان الأهلي والوداد في مباراة قوية جدا جدا جدا. وقت تصوير الفيديو ده قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وإن شاء الله بعد النهائي نعمل فيديو جديد. توقعاتي سريعة لنهائي دوري أبطال أوروبا: فوز مانشستر سيتي 2-0. الأهلي بكرة عنده معمعة كبيرة مع نادي الوداد، معمعة مهمة جدا كفيلة إن هي تخرجك عن شعورك لو الأهلي اتغلب، لأن هو الوداد هيبقى معاه 4 بطولات منهم 3 من الأهلي، 2017 و2022 السنة اللي فاتت، طبعا باللي احنا شفناه. النادي الأهلي بكرة المباراة صعبة، بس أنا عايز أقول كلمتين قبل ما أبدأ في التحليل. أنت الأهلي، أنت أعظم نادي في أفريقيا، لازم تبقى عارف وحاسس ان انت سيد القارة، انت بطل القارة، انت اللي مشرف القارة، انت الاهلي. شخصيتك حلمت لجمهورك ان انت تقدر تخلص في المغرب الماتش بكرة. مش هزار يا رجالة، افريقيا في الملعب. ان شاء الله الاهلي بطل للبطولة غدا. نبدأ يا باشا التحليل. الماتش بتاع القاهرة الوداد كان مسلم نفسه. الراجل اللي هو فاندنبورغ كان جاي يلعب بيه تكتيك واحد بس: انا جاي ادافع، مش عايز اخد اكبر عدد من الخساره، ولو مرتده لطشت بيها خير وبركه، زي ما حصل في الكوره اللي شالها مصطفى شوبير. كوره اتلعبت عاليه، نزلها له صامبو، شاط الحسوني، صدها مصطفى شوبير. النادي الاهلي بقى ايه؟ كان داخل ضاغط وكان بيلعب حلو قوي. كهربا مضيع كوره، بيرسيتاو مضيع كوره، ولكن كان ناقصنا عنصر الشراسه اكتر من كده يا جماعه. الاهلي كان شرس اول نص ساعه بس. الشوط الاول خلص وانت جايب جون، نزلت تدافع ليه الشوط الثاني؟ انت نزلت ليه تدافع الشوط الثاني؟ انا مش عارف. نتيجه 2-1 اللي خلصت بقى مباراه الذهاب دي، يعني مش عايز اقول لفظ، اوسخ نتيجه من الاخر ممكن الاهلي يكسبها، لان حتى لو 1-0 كان هيبقى عندك الشانس ان هو هيجيب فيه جون لسه. انما 2-1 هو جاب فيه جون، هيبتدوا بقى ايه شغل شمال افريقيا اللي احنا عارفينه ده. لا معروف يعني، هو شغل شمال افريقيا، اي او اي رجلي، انت فاهم بقى الكلام ده. وبطني، والحكم طبعا الليبي اللي الله يبارك له كان عامل ماتش هايل، كان بيساعدهم في كل حاجه. اتفرج انت بكره وقعت بقى ملاك ظاهر. وده ما يمنعش برضه يا جدعان اللي احنا عندنا اخطاء. الاخطاء كانت زباله جدا. ان مارسيل كولر اعتمد ان هو يكمل بالتشكيله الاساسيه زي ما عمل في نهائي السوبر المصري في الامارات قدام بيراميدز، لما كمل بالتشكيله وما عملش ولا تغيير على اساس ان هي دي زي دي. علي معلول ما كانش قادر يشيل رجله يا عم الحاج. يابا علي معلول ما كانش قادر يشيل رجله من على الارض. محمد هاني كان خايف، المترجي طلع له في الحلم تقريبا، كل كوره بيب بيب يتعدى منه، بيب بيب يتعدى منه، يعني حاجه تقرف. الناحيه الثانيه حمدي فتحي مش قادر. انا طلعت الشوط الاول 1-0، قام جاي ساحب حمدي فتحي وساحب كابتن كهربا، رغم ان هو اللي جاب الجول الثاني لانه كان وحش قوي. كنت سحبته ونزلت محمد شريف، ونزلت خالد عبد الفتاح، ونزلت عمرو السوليه، وكنت عملت تنشيط تاني للفرقه. وقول يا عم ان انا بقول مش مع بدايه الشوط الثاني انت راجل بيت، انت مدرب وانا راجل ما بعرفش احلل، انا حمار. بس ركز معايا في الحته دي. انا وصلت الدقيقه 60 وانا كسبان 2-0، ما طلعتش ليه اللعيبه بعد الجون الثاني وابتديت اعمل تنشيط انزل لعيبه جعانه. يا راجل اللعيبه مش قادره تعمل اوفر من على الارض. الراجل اللعيبه مش قادره تعمل اوفر. انت مصطفى شوبير حرفيا شايل لك جونين 3 الماتش اللي فات، والكره بتاعت زويري دي مستحيل يجيبها، اللي فيها خطا كارثي من علي معلول، وكارثي اكتر من حمدي فتحي انه ما رجعش. بس انا مالومش على حمدي فتحي لانه مش قادر. نقوم بقى على الباك اليمين بتاعنا العسل، ان هو علي معلول بقى بره اللعبه، فعبد المنعم هو كمان بقى بره اللعبه لانه كان واقف بيتفرج جنبه، فياسر اضطر ان هو يغطي مكان منعم. تمام. فمعلم محمد هاني لا غطى على المان بتاعه ولا طلع قطع الكوره، لان ديانج كان ماسك، كان داخل يغطي على صامبو. صامبو بذكاء قوي غمزها كده برجله للولد اللي جاي من ورا، حسوني كيك زهيري سوري، ديك جول. دي غلطات النادي الاهلي، اخطاء النادي الاهلي في الذهاب، تغييرات متاخره، قله شراسه من وجهه نظري في الشوط الثاني، والتراجع اللي يعني مش عارف التراجع ليه في بدايه الشوط الثاني قوي كده، يعني بعد ما جبنا الجول الثاني تراجع دفاعي غريب. الوداد فاندنبورغ ما دورش غير حاجتين. انا اتفرجت على اغلبيه ماتشات الوداد، الراجل بيلعب كور عاليه، زوب دلوبه هوبا دلوبه جوه ال 18، وعنده فكره حلوه قوي ان الوينج اليمين بتاعه اللي هو ناحيه الشمال عند النادي الاهلي بيسحب الباك عشان لعيب من نص الملعب يخش ال 18 ويلعب بدماغه، وجابوا الكره دي جون في سان داونز. دي تركه، يبقى عنده تركه ان هو بيلعب كرات عاليه حلوه قوي
بيقدر يسحب المدافعين من بره عشان يفضل اللعيب اللي هيلعب بدماغه. والتركه الثالثه ان عنده الباكين يحيى عطيه الله والعلمود بيزيدوا جوه ال 18 زياده قوي، فانت بتشوف ان هم بيقدروا يطلعوا الكوره الصح قوي جوه ال 18 وعرضياتهم خطيره، ومنها اللي جت الجون. راجل علمود خدوا الكوره طك طك، خش يا علمود طول بيها جوه ال 18 حطها لبره، هوب الزهيري جون. الجون ملوش اي 30 لازمه. دي من ضمن نقط قوه الوداد. الوداد جوه ارضه هيبقى نازل ضاغط من البدايه، ضاغط من البدايه. سيناريو الماتش بقى النادي الاهلي في رايي في وجهه نظري يبدا محمد الشناوي، خالد عبد الفتاح، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، مروان عطيه، حمدي فتحي، حسين الشحات، احمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد شريف. ايه التشكيله انت قلتها دي يا عم ناصر؟ انت جاي تهبد علينا ولا ايه؟ لا انا مش جاي اهبد عليك. احمد عبد القادر لعيب حريف وسريع وانا هحتاجه في المرتدات، وعنده ان هو ياخد كل شويه فاول. ليه حسين الشحات يلعب صانع لعب؟ لانه لعيب شواف، يقدر يعمل ثرو لوب يوصلك للجون، يقدر يعمل تك 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 ويشوت، يقدر يعمل تك تك ويحط بينيه. ده حسين الشحات لعيب حريف قوي. او تجيب بيرسي تاو هنا وما يبقاش صانع لعب، يلعب مهاجم تاني تحت المهاجم اللي هو محمد شريف. ليه برضه محمد شريف بقى؟ ليه محمد شريف يجي في الحته دي؟ لان كهربا مش فايق، وهو وقع بدني، ان هو خد ماتشات كتير ورا بعض ورا بعض ورا بعض. مع فتره الغياب هو جاب فورمه بس ما بقاش قادر يشيل رجله من الملعب، مش قادر خلاص. هي مؤشرات زي الجون التاني اللي جابه كده. حسين الشحات اللي عامل فيه كل حاجه، يعني الكره اتلعبت له حلوه قوي من هاني، حطها له لبره تمام، وكرة جميلة قوي شاطها كهربا، لان خلاص هو الجون كان يعتبر شبه فاضي يعني. وجهة نظري حسين الشحات او تاو هو اللي يلعب في قلب الملعب قدام الاثنين ارتكاز، والاثنين دول يثبتوا ويبتدوا ياخروا مع مراحل، اثنين ينزلوا مع قلبين الدفاع. هتقول لي طب ليه يعني؟ طب ما نلعب 4-4-2. هقول لك مش هنعرف نكسب الوداد، لان احنا لو لعبنا الوداد بنفس طريقة لعبنا ماتش الرجاء هنتغلب. لان الوداد والله يا جماعه مش هيعمل زي الرجاء، هيحاول يحط الكره على الارض. الوداد هيلعب كل كره عاليه، وانت عندك قصور في الكره العاليه. مش هقول من الاثنين السنتر باك ان هم محمد عبد المنعم وياسر، لا الاثنين قويين قوي في الحته دي، ولكن علي معلول ضعيف فيها، وكابتن زولا محمد هاني ضعيف. الاثنين ضعفاء قوي فيهم يا جماعه. فانا شايف ان الاهلي يمتص الحماس انه يلاعب لعيب حريف قندوسي حسين تاو، يلعب هو قدام الاثنين الارتكاز، وهو اللي يبتدي يدور الملعب. انا اتمنى ان انا اشوف القندوسي لانه حريف قوي، شواف وشويط. هتقولي ده ماتش نهائي ما ينفعش اجرب. اللعيبه النجوم ما بتتولدش غير من المطوشه دي، ما بتتولدش غير من المطوشه دي تمام. الاهلي لازم يدخل اول نص ساعه مش ربع ساعه مبطئ الريتم، مهدي الكوره، كوره تجيلك تقطع، تجيلك تقطع، تجيلك تقطع، تجيلك تقطع من نص الملعب. اقطع الكوره سواء بفاول او لا، بس من نص الملعب. ما استناش الكوره تيجي عند 18 واقوم جاي مشنكل. مش عايز غباوه. انا عايز ان الاهلي يطلع من اول نص الملعب اهي، الدايره اهي، الدايره هنا اهي، دايره نص الملعب اهي. اعمل فاول من هنا ومش هتعرف تاخد الكوره، ما تخلوش يعدي نص ملعبك، وابتدي دور الكوره، دور الكوره شمال يمين. لان انت عندك لعيبه قويه كتير في الملعب، مروان عطيه، حمدي فتحي، حسين الشحات، وبيرسي تاو، عبد المنعم نفسه قوير، بس اتمنى ان هو ما يحتفظش بالكره زياده قوي عن اللزوم. النادي الاهلي بكره قادر يجي من المغرب فايز. نقطه فوزنا بكره من وجهه نظري تدوير الكره كتير، الشوط من بره ال 18. حارس المرمى ده متميز يا جماعه في الانفرادات وفي الكور اللي قريبه منه، ولكن اللي شايف ان التسديد عليه من بعيد هيزعله، الكوره بتقع منه كتير وهو بيتلجلج. انا شايف ان النادي الاهلي بكره التشكيل اللي انا قلته ده اقرب ان هو يتلعب بيه، بس انا شايف ان يعني ايه، لو هتقول لي بدماغ كولر هيلعب بالتشكيل اللي بدا بيه في ماتش الذهاب، هو مش هيغير حاجه، وغالبا اللي هيعمل زي ماتش الرجاء. بس انا اتمنى ما يعملش كده. ان شاء الله النادي الاهلي بكره هيكسب، مش هيتعادل، هيكسب وهيجيب البطوله من قلب المغرب. ولا يهمك يا ابني ولا بملاك ولا تملاك ولا سملاك ولا حكم ولا غيره، انت هتكسب هناك. النادي الاهلي قادر على المكسب ان شاء الله. هنحتفل كلنا الساعه 12 مساء بتوقيت القاهره في منتصف الليل. الفرحه هتبقى اهلاويه، ستهتز القاهره وسيفوز الفارس المصري باذن الله. واخر الختام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش اللايك والاشتراك.